بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج الغاوي. وطبعا كان اول حلقه عملناها حضراتكم طبعتوها الحلقه بتاعت الباكستاني وصورنا مع استاذ مصطفى عجمي. والنهارده في حلقه جديده مع يعني كادر كبير جدا 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 بالنسبه لنا، باب الشلباز الباب الاقرب لقلبي. وطبعا لما نيجي نتصور في الشلباز بندور على قمه الهرم زي ما بيقولوا. الله يحفظك. فاحنا دلوقتي عند قمه الهرم، عند رئيس جمهوريه الحمام الشلباز المصري في مصر. الله يحفظك. الله يحفظك. وطبعا غني عن التعريف الحاج محمد عباس، طبعا ده شرف لينا ان احنا متواجدين عنده النهارده. الله يحفظك. و يعني مش هتكلم عنه كتير لان مغنيين الشلباز في مصر ومربين الشلباز عارفين مين هو الحاج محمد عباس، وشرف لينا متواجد معاه النهارده والله، وحاجه يعني احطها في كاريري كده ان انا صورت معاه. الله يحفظك. فطبعا الحاج محمد متشرفين بحضرتك. اهلا بك يا محمد. الله يخليك يا حبيبي. نورتني والله. ربنا يخليك يا حبيبي. ازداد شرف بيك. ربنا يخليك. الله طبعا احنا حمامة الباب والباب الشلباز عامة او حمامة الشلباز، حضرتك ليك بصمة قوية جدا 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 فيها، وعملت طفرة جينية فيها، وعملت مستويات قوية جدا. فالناس قبل ما تعرف ازاي حضرتك وصلت للمستويات والمستوى الجامد ده فيها، عايزين نعرف بداية حضرتك في الباب، ويعني كانت ازاي وازاي اخترت حمام الشلباز. والله بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الحمامه دي طبعا انا من صغر سني. طبعا لما سئلت السؤال دوت كنت وانا ماشي مع والدتي رحمه الله عليها وامهات المسلمين، لما كانت تمشي في السوق بتاع المربيين طبعا عشان تجيب فراخ، فانا كنت انقي الحمامه اللي كان في رجلها ريش، ما نقيش حمامه عاديه. كبر معايا الموضوع، لا الريش ده صغير، لان انا بشوفه طبعا في الزغلول بلدي، فطبعا الريش كان بالنسبه لي صغير، لا اكيد في ريش اكبر من كده. فلما بدات اكبر شويه بقيت ادور على الحمام اللي عندي بتوع الفراخ اللي اكبر من كده، فلا تدارك معايا الموضوع، لا ده الموضوع فيه حاجه اكبر من كده، لازم ابحث عن. فلما بدات بقى اكبر شويه سنه سنه، بدات ان الحمد لله رب العالمين اعرف ان في حاجه اسمها سواق. بدات وانا صغير، طبعا كان عندي 12 سنه، اول سوق نزلته كان عندي 12 سنه. ما حصليش النصيب ان انا اشتري حاجه، اتفرجت بس. طبعا بدايه الشقلباز معايا كان وانا عمري 13 سنه. 13 سنه طبعا كان في راجل تاجر كبير في سوق السيدة عيشة، عرفت ان هو توفى رحمه الله عليه، اسمه محمد طيجر او محمد بيوم، الناس كلها تعرفه. فاشتريت منه حمامه، طبعا كانت ب 16 جنيه شقلباز، من ارقى الحمام. 16 جنيه كان مبلغ طبعا. 16 جنيه يعني الكلام ده تقريبا دخل في 38 سنه. من 38 سنه اشتريت حمامه ب 16 جنيه. لو حسبناها بمعيار الذهب هتقاس بالذهب. لو حسبناها بالدولار لا الرقم كبير جدا يعني. فطبعا كان بالنسبه لي ده رقم كبير جدا ان انا اشتري حمامه زي دي، كانت فيها المواصفات المصريه كلها. وطبعا المواصفات المصريه يعني تختلف كتير عن مواصفات ممكن الناس بتحبها تقرب ليها او كده، انما المواصفات المصريه طبعا بالنسبه للحمامه دي طبعا تمتاز بالقوره العاليه، الدماغ المربعه الجميله، العظم الرفيع، الشروال الكثيف، الجسم المتناسق، الحجم الانسيابي، الديل مع الجناح، يعني مع كان فيها الجمال الشكلي اللي احنا بنحبه دلوقتي. كان فيها الجمال اللي الناس بدأت تركز عليه وبدأت تدور عليه، اللي هو تقريبا اختفى لفترة معينة. ظهر طبعا مستويات من الحمامة ممكن تبقى طويلة، ممكن يبقى صدرها عريض، بس طبعا الحمامة متواجدة عند مربين كتير، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. بس طبعا الاهتمام بيها بس، ان احنا نعمل لها طبعا كادر في مصر، ان تبقى الحمامه طبعا مصنفه، لان احنا بفضل الله اللهم لك الحمد احنا من اكبر مربين العالم في الشقلباز. طبعا احنا مصر ليها باع كبير جدا في الشقلباز. اندمجت في الحمامه دي. انا اشتريت الحمامه دي من 38 سنه. طبعا انا اشتريتها من تاجر، اكيد التاجر اشتراها من مربي، فاذا لا الامر يختلف يعني. انا كده بتكلم يعني في حاجه فوق السنين دي بكتير، يعني يعدي ال50 وال60 سنه. يعني كانت في ناس مربيه الحمامه الجميله دي، انا ما طلعتش لقيت عندي. محمد ما كانتش موجوده بالكثره اللي موجوده فيها دلوقتي، او التطوير ما كانش وصل. لا ما كانتش موجوده طبعا بالكثره دي. وكان الناس اللي بيحبوها، كان عندنا ناس بتحب الحمامه الوزار، ناس بتحب الزينه، ناس بتحب المراسلات. الشقلباز ما كانش واخد حظه زمان، بدأ الحمد لله يعني الناس بدأت تحبه، وبدأت الناس تعمل له لا الحمامة دي هتبدأ تندثر. طب بمناسبة بقى الكلام عن الأجواء دلوقتي والكلام ده كله، عايزين نعرف الأجواء زمان لما حضرتك ابتديت تربي الحمام الشلباز.
في البدايه يعني لما كان معاك مع حضرتك الجيل القديم والكلام ده كله، كانت الاجواء ايه يعني؟ كان الاختلاط مثلا بتعملوا اي مثلا مناسبه للحمامه، في تجمع والله للمربين؟ كنا بنقعد، كان في تجمع، كان في فكر للتطوير مثلا في الحمامه؟ كان في تجمع بيني وبين الاخ احمد علي، وهو عزيز على قلبي جدا. الحاج احمد طبعا. استاذ محمد مناع طبعا، راجل محمد طبعا. قديم جدا طبعا، وليه اسم وبصمه كبيره. مم. في مربين كتير، يعني لو فضلت احصد الاسامي، اسماء كتير، الشيخ يعني امير، كان الشيخ في سيد. كان في اهتمام بالحمامه، بتتجمعوا طبعا بقينا نتجمع، وبقينا الحمامه يعني يا جماعه الحمامه دي موجوده كده جميله، والناس الكبار اللي ماتوا سابوها، فاحنا لازم نحافظ عليها أيوة. ونحاول ان احنا نخلي الحمامه دي يعني يبقى ليها باع كبير في مصر. تمام. والحمد لله رب العالمين بدانا ان احنا نحقق مش بقول حلم، يعني هو ما كانش بالنسبه لنا الحمد لله حلم ولا حاجه، هو كان بالنسبه لنا هدف. الحمد لله رب العالمين، ربنا يسر لنا الامر، وكله كان توفيق من الله عز وجل. لا هو طبعا لا شطاره من حد فينا ولا حاجه، احنا بدانا كل واحد يشتغل. تمام. وبدانا بفضل الله كل واحد يبدا يطلع مستوى، وكان في بيننا وبين بعض طبعا يعني كل واحد طبعا يوري المستوى اللي عنده، وكان في بيننا وبين بعض طبعا محبه والدليل طبعا ان حاليا، واتمنى ان الناس كلها، الشباب الصغير برضه يبقى في بينهم المحبه دي ان شاء الله، وتسود بين الناس كلها والله. تمام. بتعليمات ساعتكم يعني حضرتك، انت تعليماتك وتعليمات الحاج احمد والاستاذ محمد مناع. الله يحفظك والله. نتمنى ان الناس كلها يبقى عندها محبه لبعضها، لان هي في الاخر طير، والطير ده في يوم من الايام كلنا طبعا مش هنعمر، هنموت، بس الاجيال اللي تبقى موجوده بعدينا تتذكر. انا لما اشتريت الحمامه اشتريتها من تاجر مش من غاوي، كنت اتمنى اشتريها من غاوي. تمام. لما جبت الحمامه دي، فانا كنت اتمنى ان تبقى من غاوي اقول اسمه. انما والله هو تاجر اللي خدت منه الحمامه دي. جت بالصدفه بالسوق، وبعد كده بقى بدات ان انا اخد مثلا دم حمام من حد عندي حمام، انا بدا الموضوع يتطرق للامور دي. ايوه. طب احنا حاليا لو انا نزلت السوق مثلا او رحت عند مربي تاني، ممكن امسك فرد حمام اقول ده من دم حمام الحاج محمد عباس. تمام. خد منك قد ايه الوقت، وخد منك قد ايه مجهود، وخد منك قد ايه سنين عشان توصل للمستوى ده، او مراحل التطوير كنت ان انت تعمل فرد حمام او شكل فرد حمام بتاع حضرتك؟ كنت بدي نفسي في كل بيت او في كل دم تقريبا من 3 سنوات ل5 سنوات. تمام. 5 سنين احاول احافظ على البيت، مفيش بيع منه نهائي. مفيش بيع ليه؟ علشان خاطر المربي اللي يجي يشتري مني يبقى عارف ان الفرد اللي خده ابوه شكله ايه، خالته شكلها ايه، عمه شكله ايه، جده شكله ايه، يبقى البيت كله في احتواء للحمامه، وكله عارف طبعا الحمامه دي لما تيجي تنتج هتنتج ايه. انما مش من الصعب ان انت تجيب حمامه وتخليها عندك شهر 2 3 انتجت زغلولين تديهم لحد. طبعا مش هيبقى في اليوم في الوقت ده هيبقى وصل للمستوى اللي في دماغه. فلازم على الاقل من 3 سنوات ل5 سنوات تحافظ على الدم، تخلي الجد والابن ابن الابن، فبتعمل كذا دم بحيث ان انت توصل لمستوى كل اللي يجي يتفرج عندك يبقى عارف الحمامه دي بتاع مين. طب يعني تقريبا كده حضرتك مثلا عملت كام شكل لحضرتك او كام بيت مثلا، بغض النظر عن اسامي البيوت او عملت كذا شكل. عملت القوره الجامده الجميله، عملت العظم الرفيع، الحمامه القصيره، الحمامه اللي عملت مستويات ان انت ممكن تيجي تتفرج على الحمام تفتكره كله عيله واحده، وبالعكس هم تقريبا بفضل الله اكتر من 15 دم ما شاء الله. ما شاء الله. فممكن تيجي تتفرج تقول ايه ده الذكر ده انا شفته، لا هو مش اخوه ولا ابن عمه ولا يقرب له. تمام. ايه الاقرب لقلبك بقى في كل الحمام ده؟ الحمامه المتوازنه في المواصفات، المتوازنه في اقرب حمامه لقلبي اللي انا بحبها، اللي انا اشتريتها وانا صغير. دي كانت حمامه قصيره جدا، حجمها جميل، قرتها عاليه، سروالها جامد متناسق مع جسمها. حمامه طبعا هنتكلم على الموضوع ده، حمامه مش لازقه في الارض، مش واطيه زي المستوى اللي الموضه. يعني مش هنقول موضه، هنقول ان الناس افتكرت ان ده ممكن يكون هو ده استندر الحمامه. لا، ده مش الاستندر. استندر الحمامه بيبقى رجليها على الارض. الحمامه اللي لازقه على الارض قوي ده جين في اي حمامه. تمام. اي حمامه الجناح اللي لازق او اللي نازل من على الحمامه ونازل على الارض ده جين في الحمامه. فاحنا عشان نثبت الحمامه دي احنا بناخد الجين. حمامه انا عايز حمامه لازقه في الارض، عجباني شكلها جميل. بس هل هو ده الاستندر؟ لا، ده مش استندر الشقلباظ القديم المصري. ده جين جوه الحمامه انت بتشتغل عليه. الحمامه الاستندر بتبقى قورتها عاليه، عظمها رفيع زي الابره، الجناحات متناسقه،
الجناح بتاع الشقلباز اساسا لازم يبقى عامل حرف اكس فوق الديل من فوق، وطالما عامل حرف الاكس من فوق في منتصف الديل. تمام. مجرد ما يبقى عامل حرف الاكس من فوق الديل، اعرف ان الحمامه دي لما تمشي وهي بتتحرك الديل ده الجناح ده هينزل من على الديل، هتنزله من الديل خلاص. انما هو ده استندر الشقلباز. تمام. الحمامه كان زمان كان صدرها رقيق، فعلا حمامه جميله، حمامه مفتنه. لو ما حدش مثلا لو اي واحد بيربي نوع تاني غير الشقلباز، ممكن تفرجوا على الحمامه اللي عندك، يخش في يقول لك انا عايز اربي الباب ده. ايوه ده. طب في نقطه ثانيه عايزين نتكلم فيها برضو، ليه كل المربين في الحمام الشقلباز بيحسوا ان الابيض مواصفاته وتكوينه صعب يجي على بقيه الالوان، يعني الاصفر والاحمر والاسود، يعني بتحس ان اقوى تكوينات واقوى حاجه للستاندر في الابيض؟ عشان انا اهتمامي كان بالابيض كبير. فلو كنت لقيت حد معايا، لا مش قصدي حضرتك تحديدا، أيوة. قصدي عامه على الباب. انا كان اهتمامي في الابيض كتير، فانا لما اهتميت بالابيض يعني لو في حد تاني غيري مهتم بحاجه تاني كان هيبقى مثلا لو حد اهتم بالاسود كان وصل معايا في نفس درجه الاسود. بالظبط. لو حد اهتم بالاصفر بس يتركز على الاصفر، يركز على الاحمر. كنت بقول لكل واحد يا جماعه انا بحب الابيض، انا على فكره بحب الابيض والليل الاسود. لو حد كان في نفس المركب معايا فضل في الاسود نفس عدد السنين كان اشتغل من البدايه في بقيه الالوان، كان وصلنا للابيض. كان يبقى الاسود كده، كان الاصفر كده، الاحمر كده، كان كل الالوان هتبقى كده. كنت هتيجي تلاقي عندنا الحمام كله في معيار واحد. تمام. احنا طبعا معلش على الاطاله، اسفين، ودي كانت اول حلقه مع حضرتك، ومكملين مع حضرتك في بقيه الحلقات، ويعني انتظرونا في الحلقه الجايه مع الحاج محمد. ما تقولش كده. وان شاء الله الامر الله اللي جاي يعني معلومات قويه جدا. ما تقولش كده. تحت امرك يا محمد. الله يحفظك يا حبيبي، نورتنا. الله يحفظك.